كلمتك مليون مرة. كنتش عارفة ارد عليك اقول لك ايه، مكسوف منك. بعدين قلت يا واد هتفضل ما تواجهش لحد امتى؟ لا، قول لها اللي عندك، قول لها اللي في قلبك. وانت عندك حاجة تتقال؟ هو في اصلا حاجة ممكن تتقال تفرق يعني؟ طب لو عندك حاجة تتقال في موضوع جوازتك التانية، عندك حاجة تتقال في موضوع رضوان؟ بص يا شيماء، خليني اقفل معاكي موضوع رضوان ده علشان نفوق ونعرف نتكلم في موضوع جوازتي التانية. انا ما قتلتش يا شيماء، لا انا ولا اي حد من اخواتي قتل. وهاتي مصحف دلوقتي وانا احلف لك عليه. طب وعرش ربنا اللي عمري ما بحلف بيه كده، وعرش ربنا لا انا ولا اي حد من اخواتي قتل ولا لمس رضوان ولا عياله. بس انا اللي حبسته يا شيماء عشان ما بقاش بكذب عليكي. يلا بقى، حبسته عشان كان حقي وحق اخواتي وحطهم في كرشه. ربنا خلاه عمل الحادثه وخسر مراته وابنه، ورغم موتتهم ما اتعصش ولا رجع في اللي عمله. رحت له انا وياسر، قلت له يا رضوان مش يمكن يكون ربنا عمل كل ده علشان تعرف انك ظلمتنا وكلت حقنا؟ ولا فرق له. لا وايه، بيهتنا كمان عشان نخاف ونبطل نتكلم في الورث. واخرتها راح سخنك وملا دماغك بكلام فاضي وقالك ان انا ليا يد في اللي حصل. كل ده عشان ايه؟ عشان اخاف ونخ واسيب حقي. لكن على مين؟ الحركات دي يعملها على عيل صغير بيرضى على مؤاخذة، مش على فتحي اخوك كبير. انا حبسته يا شيماء، لكن لا قتلت مراته ولا ابنه. وده نهاية القول عشان الموضوع ده يتقفل وما يتفتحش تاني. طب انا مش مصدقه ولا كلمه من اللي انت بتقولها يا فتحي، وعارفاك كويس قوي، وعارفه لما تحب تضحك على اللي قدامك وتطلع نفسك الملاك البريء. بس انا برضو مش عيله بترضع عشان تصدق الكلمتين اللي انت بتقولهم دول. عايزني اكدب عيني واحساسي ومربطش اللي حصل كله ببعضه؟ بص يا ابن الناس، انت واخواتك كنتوا عايزين تخلصوا من رضوان وعياله، وربنا ما وفقكمش. رضوان ومريم ربنا نجاهم، انت بقى حبست رضوان، بس حبسته خوف يا فتحي، خوف ان هو ياخد حقه، مش عشان انت تجيب حقك. خلاص، صدقي اللي انت عايزه تصدقيه. انا قلت اللي عندي ومش هتكلم في موضوع رضوان ده تاني، ومسير الايام تثبت لك اني مش كداب يا شيماء. ايام؟ انهي ايام بقى دي اللي انت بتتكلم عنها؟ هو انت فاكر ان لسه بيني وبينك ايام؟ بعد ما قتلت، بعد ما اتجوزت، ده انا بقى ست رخيصه قوي. طب يا سيدي لو هان عليا رضوان وصاحبتي لبنى، هتهون عليا نفسي؟ ها؟ ازاي هبص لنفسي في المرايه بعد كده؟ الايام اللي انت بتقول انها تثبت لي ان انت مش كذاب هي اللي ثبتت لي انك اكبر كذاب في الدنيا. لو في الاخر ايه؟ تطلع متجوز عليا ومفهمها ان انت مخلف مني، ومعيشها في نفس الكذبه اللي عيشتني فيها انها ما بتخلفش. طب والله ما رضيت افضحك قدامها. مش جدعانه مني، لا، ولا خوف على شكلك، لا خالص، لا سمح الله، بس عشان اسيبها تلبسك. هو انت فاكراني اتجوزتها ليه يا شيماء؟ عشان شبهك يا فتحي، هي شبهك اكتر مني بكتير، هي اللي تنفعك، انتوا تستاهلوا بعض. اتجوزتها مش عشان بحبها خالص على فكرة، ولا تفرق لي، ولا في ست على وش الارض ممكن تملى عيني بعدك. صدقيني، اوعي تفتكري ان انا جيتلك علشان خايف انك تقولي سر لحد. لا، انت كده عمرك ما تعملي حاجة زي كده، عشان انت احسن مني، عشان انت اصيلة مهما جرحتك، مهما ضايقتك، وهي دي المشكلة الوحيدة اللي واجعة قلبي من ناحيتك. انا عايزة الصيدلية بتاعتي بدل ما الغي لك ترخيصها يا فتحي. يا بنت الصيدلية المعفنة اللي تحت دي اقل منك واقل من كل اللي انا عايز اعملهولك. طب اتقلي عليا بس شوية وانا هعمل لك صيدلية اكبر منها 10 مرات، وهعوضك عن كل اللي فات، وحياتك اللي جاية معايا هتبقى عسل. حياتي اللي جاية معاك؟ انا عايزة الصيدلية عشان اصرف منها على نفسي، عشان انا عايزة اتطلق منك.
وانا ما بطلقش يا روح امي. يعني جاي تشتغلي خدامه؟ انا في سني ده لو كدبت على الدنيا كلها مش هينفع اكدب على نفسي. انهي شركه اللي هتشغلني؟ هيدوني مرتب عشان اعمل ايه؟ الا لو كان يعني حد معرفه او مجامله، وانا ما عنديش. حتى فكرت اشتغل في محل. صاحب المحل عايز الجرايه الصغيره ولا الشاب الحرج، فانا بقى يعني خدتها من قصرها كده مرضتش الف اللفه اللي عارفه نهايتها. حياة كده بالله محتاجه الشغل، وهرفع راسك قدام اي حد تشغلني عنده. طب يا ست اديني رقم تليفونك. 0100 14 27 86 5. تمام. يعني استسمح بس حضرتك يعني خليني بقى طباخه يعني عشان نظافه والشيل ما بقتش بقدر يعني. يا ستي انا هشوف ايه المطلوب واظبط لك واكلمك في التليفون. طبعا لو ما فيش غير نظافه انا جاهزه برضو. انا بقول يعني يستحسن. حاضر قول يا رب. يا رب بالاذن. كده 476,000 يا ست الكل. وراد الواد كنف جمعته مع الشغل. حصل يا ست الكل، وخصمت عليه نص الكيس اللي بوظه. جدع. خش حط الفلوس جوه. حاضر. الو مين؟ والتقرير ده يا اختي مكتوب بالعربي ولا بالانجليزي؟ طب بالله عليكي خلي الدكتور يترجمه بالعربي عشان انا عالمي على قدي. وبعدين انتوا بتكتبوه بالانجليزي ليه؟ ما احنا في مصر. هبعتلك السواق ياخده على ما يترجم يكون عندك مسافة السكة. مسعود يا مسعود. عمرك ست فدوى. رصيت الفلوس؟ لسه. فين مفاتيح الخزنة؟ في باب الخزنة. طب سيبهم انا هرصهم. تطلع جري على مركز الدكتور اللي قلت لك عليه، هيديك ظرف تجيبه التنة الجاي. حاضر ست الكل. ايوه كلموني من عند الدكتور. التقرير جاهز. بعت مسعود يجيبه. نط في عربيتك وتعالى لي حالا عشان نقرا سوا. حاضر. هنعمل ايه في موضوع الورث يا فتحي؟ ما ترسينا طب وتقول لنا ايه اللي في دماغك؟ لا بقول لكم ايه، انا مش عاوز لت دلوقتي نهائي. ماشي؟ اعتبروني مشيت. يلا. ايه يا عم ياسر؟ علمك.
وحشتوني يا لبنى انت وسيف، وحتى انت يا مريم وحشتيني. بس انتوا الاتنين انا مطمن عليكم خلاص، مفيش بعد الموت اذى. انما مريم قلبي واكلني عليها، محبوس هنا مش عارف اخدها بين ضلوعي احميها. عمري في حياتي ما اتكسرت كده، ولا اتذلت بالشكل ده، ولا قعدت ايدي متكتفه كده. بس وغلاوتكم عندي مهما حصل، ومهما عدت الايام وكبرت وظهري اتحنى، لا هفضل فاكر حقكم، وهاخده شافعي وملكي وابو حنيفه.